يا جماعة ما أسعدني، شوفوا من يمشي معي أبو شاكر يا ناصر العقيل. كيفك يا ناصر؟ والله بخير يا بخير. تدري أنا أحبك وأتابع قناتك، ما حبيت إلا اللي يحبك، وأتابع عرض كتبك أيضا. والله إنه شرف لي. الله يسعدك. أنا أبغاك تقول لي الجسم الرشيق ذا أكيد وراه مشي، علاقتك في المشي؟ في النادي. تروح النادي وتمشي؟ في النادي لازم أمشي شوي بعد لأني نحيف فيمنعوني من المشي. طيب لا. تمشي كل يوم يوميا تقريبا؟ يوميا تقريبا، شبه يومي، ما عدا يومين في الأسبوع، يعني 5 أيام في الأسبوع، تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق في اليوم. طيب طقوسك أثناء المشي، هل تفكر، هل تتكلم، أي نعم، العادة أسمع أغاني وأفكر. عادة يعني عادة تطلع خطط كثيرة للأمانة. طيب دائما نحن نسأل ضيوف المشي عن أهم القرارات اللي اتخذتها وأنت تمشي. إيش قرار مصيري، قرار مهم اتخذته أو أكثر من قرار؟ شوف هذه من الأشياء اللي كنت أسويها قبل أيام الجامعة. كنت أمشي للدوام، أداوم في ماك بارت تايم. كنت فعلا أمشي ساعة يوميا رايح ساعة راجع. ذيك الأيام كنت أقول أبغى أدخل بيوت المملكة العربية السعودية منزلا حرفيا. قلت هذه قايلة بعد. والسبب انه قلت ابغى اغيرهم، يعني منها ولدت ترى دوبامي كذي اللي هي القناة الخاصة بك. اي والله فكرنا عن القناة، وش اللي اسمها غريب، عن منهجها، عن اسلوبها. لما انا جلست 1 و4 شهور امهد او ادرس كيف ابني قناة. 1 و4 شهور. هذه رسالة لكم يا جماعة التحضير. ايوه فعلا. فلما جيت عند اختيار الاسم كانوا يقولون يفضل انه يكون اسم مميز ورنان، حتى لو كان صعب بس انه يعلق في الذاكرة، انه شد انتباهي. فقررت اني اجمع بين كلمتين، الدوبامين والكافيين، هرمون السعادة والمادة الكافيين الموجودة في القهوة، من هذه اللي يحصل عليها لما اقرا واشرب قهوة. يا سلام. فخليتها دوبامين كافيين، هذا سبب الاسم. رغم ان تحفظ للقهوة لكن انا تابع البرنامج. كم كتاب الى الان عرضت ما شاء الله؟ لا ما تجاوزت يمكن 15 كتاب الى حد الان. والمشاهدات ما شاء الله عاليه. الحمد لله، هذا يعني فضل الله. هذا يدل ان الناس تقبل على الكتاب. يقول لك ما في احد يقرا، الناس تقبل على الكتاب. لا جدا على الكتب وعلى المحتوى التعليمي، بس هم يحتاجون واحد يقدم. طيب جميل. اختيار يعني اسلوبك في اختيار الكتب ما هو؟ للامانه اناني. دائما ابحث عن الكتب اللي تثير فضول معرفتي انا. بغض عن الجمهور. للامانه دائما اقول الشيء هذا، لكن ان شاء الله مستقبلا نحاول نقرا الكتب اللي مرشحه من الناس. وان شاء الله نبغاك تعرض لنا في برنامج هلا بالعرفج، عندنا ميزان الكتب، وابغاك تعرض لنا كتاب بعرضك الجميل الآسر. شرفني جدا والله يا ابو سفيان. اي والله. الان تسمح لي نمشي معك دائما؟ اكيد. الله يسعدك ابو شاكر. بس اسم شاكر حلو، هذا بحايل مشهور الاسم ولا لا؟ لا ما هو سماه جدي على جار شامي. كان اسمه شاكر، فابوي هو الوحيد اللي من ما بين عمان اسمه غريب شوي، شامي بزياده. الله يحفظه، الله يحفظهم لك ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، شكرا، مع السلامه.